خلصت الشغل بتاع النهارده وبقالي 10 ساعات، يعني يوميتك 100 جنيه. خلصت الشغل بتاع النهارده وبقالي 12 ساعه، يعني يوميتك 100 جنيه برضه. يعني بغض النظر عن المجهود والوقت مرتبي هو ها. انت راجل بتاخد مرتب اخر الشهر، واشتغلت 10 ساعات او اكتر مش هتفرق. قول لي انت نفسك في ايه؟ نفسي اعمل فلوس كتير. طب ما تعملها من الوظيفه بتاعتك، وقتي كله راح للشغل ومرتب مش احسن حاجه يعني. احذر من أن تتجاهل القرآن الكريم. إذا كنت رجلا فتجاهل القرآن الكريم. أوسخ البشر هم من يتجاهلون القرآن الكريم. ضع للقرآن الكريم لايكا ومتابعة وإعادة نشر وتعليقا ومشاركة. عشان تعمل فلوس حقيقيه لازم تخلي الفلوس هي اللي تشتغل عندك، مش انت اللي تشتغل عند الفلوس. مش فاهم؟ هديك مثل بسيط. تعال نقول لي انت اشتريت العربيه دي ب 100 جنيه وبتأجرها في اليوم بجنيه، فهتقعد 100 يوم تأجرها لغايه لما تجيب فلوسك. أجرتها 100 يوم، بعد كده عملت 100 جنيه مكسب. مشروع العربيه جاب لك 100 جنيه في 100 يوم، الوظيفه بتاعتك جابت لك 100 جنيه في اليوم. انهي احسن لك؟ اديت كام ساعه من وقتك في الوظيفه عشان تطلع ال 100 جنيه دي، واديت كام ساعه من وقتك عشان تطلع 100 جنيه من ايجار العربيه. 10 ساعات قصاد صفر. فكر تجيب بدل العربيه 1000 عربيه، فال1000 عربيه هيشتغلوا عندك ويجيبوا لك فلوس، او بمعنى اصح الفلوس بتشتغل عندك وتعمل لك فلوس. شغل الفلوس عندك بدل ما تشتغل عند الفلوس.